يعني معقولة طبق رقاق باللبن والمكسرات يبقى وراه حكاية من الدم والسم وصراع سلطنة كمان؟ لا امسكوا نفسكوا بقى عشان الحلقة المرة دي صعبة جدا، وحكاية أم علي في الأكلة وما فيها غير. الحكاية بتبتدي في العصر الأيوبي بعد وفاة السلطان الصالح نجم الدين أيوب. راحت جت بقى مراته شجرة الدر مسكت الحكم بس بطريقة مؤقتة كده، ما كانش ينفع خالص في نظر الناس تكون السلطانة هي ست، فاضطرت تتنازل عن العرش لعز الدين أيبك. وما سكتتش على كده، ده اتجوزته وشاركته في الحكم كمان. لكن العلاقة بينهم ما كانتش وردية زي ما انتوا فاكرين. بعد شوية قتلت شجرة الدر جوزها أيبك عشان كانت شايفة إن هو بيحاول يبعدها عن الحكم. وهنا بقى أم علي مرات أيبك الأولى قررت تاخد بطار جوزها، خلت غلمان القصر يقتلوها بالأباقيب، وساعتها احتفل بالنصر على طريقتها، طبق رقاق باللبن والمكسرات والزبيب، ووزعته على الناس وقالت لهم كلوا دي حلاوة أم علي، ومن هنا اتسمت أم علي. ومع الوقت الطبق ده بقى رمز للكرم والمناسبات، خصوصا كمان في رمضان. ودي كانت حكايتنا النهاردة في الأكل وما فيها. يا ترى بقى لما تيجي تعمل لنا اللايك والسبسكرايب هتكون مع أم علي ولا مع شجرة الدر؟